بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحب بك وبالمشاهدين. حياكم الله. نذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. شيخنا الفاضل، حث ديننا الحنيف للمسلم على مراعاة حقوق الأسرة والعناية بها، ولهذا تفاصيل كثيرة وأحكام متشعبة. لعلنا نخوض في هذه الحلقة في هذا الموضوع. بداية شيخنا، ما هي نظرة الإسلام للأسرة ولماذا أكد على رعاية حقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الآيات. نلاحظ أن مفهوم الاستخلاف هو مفهوم مركزي في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى خلق أول خليفة في هذه الأرض وهو آدم عليه السلام ليؤدي مفهوم الاستخلاف. ومفهوم الاستخلاف هو من المفاهيم الشرعية التي لها علاقة مباشرة بالاجتماع الإنساني، والاجتماع الإنساني أو الاجتماع البشري على وجه هذه البسيطة يختلف أو تختلف مناظير النظر إليه. فهنالك المنظار الشرعي الإيماني الذي ينطلق من مفهوم الاستخلاف القائم على فكرة العمران في الأرض وعلى فكرة عبادة الله سبحانه وتعالى وفق ما أمر. وبالتالي قضية الاجتماع الإنساني، النظرة الدينية تحديدا الإسلام منذ نزوله على آدم عليه السلام ونوح وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الإسلام الذي ارتضاه الله للناس، إن الدين عند الله الإسلام. هنالك مفهوم أيضا مركزي أساسي في قضية الاجتماع الإنساني وهو مفهوم الأسرة. والأسرة هنا نعني بها النواة الأساسية التي تتكون من رجل وامرأة وما يتفرع عنهما من أبناء، بنين وبنات. هذا مفهوم أساسي، يعني لا يمكن أن يتم إلغاء هذا المفهوم وفق التصور الديني تحديدا. لماذا؟ لأن هذا المفهوم باعتباره النواة الأولى تبنى عليه كل مفاهيم الولاية. كل مفاهيم الولاية إلى الولاية الكبرى، الولاية العامة، ستلاحظ بأنها ترتكز على هذا المفهوم. يعني لما نتكلم عن مفهوم الولايات، ولاية الرجل على أسرته، على أبنائه، على زوجته، الرجال قوامون على النساء، هذا المفهوم الأساسي الذي ينال قسط كبير جدا في مفهوم السلطة على مستوى الأسرة. وبالتالي اهتم الإسلام بهذه الناحية لأن كثير من القيم سيتم ترسيخها في هذه المرحلة. فإذا صلحت هذه الأسرة كنواة ستؤثر بطبيعة الحال على السلسلة التي نحن يمكن نسميها الآن في قضايا علم الاجتماع الإسلامي الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم الأمة المسلمة، ثم الدولة المسلمة، ثم الحضارة المسلمة، وهكذا. يعني هي تتسلسل شيئا فشيئا وصولا إلى الحضارة الإسلامية العالمية، ولكن القيم الأساسية في التنشئة ستتم في الأسرة. وبالتالي الإسلام لما أراد أن يقيم هذه المنظومة المتكاملة، منظومة العمران في الأرض ومنظومة عبادة الله سبحانه وتعالى ومنظومة الحياة الطيبة التي تؤدي إلى السعادة الأبدية في الآخرة، تبدأ من
رجل وامرأة. هنا لا بد أن أركز على كلمة رجل وامرأة، لأنه الآن صار هنالك منظومة وضعية تريد أن تربك المشهد العالمي فيما يتعلق بالأسرة التي لا تبنى على هذا الوضع. يعني يريدون الآن أن يعني ربما يجرم حتى من ينادي بمفهوم أن والله الأسرة تتكون من رجل وامرأة، لكن هذا هو المفهوم الشرعي، وعلى المسلمين أن يتمسكوا به ولا يحاولوا أن يتنازلوا عنه، لأنه هو المفهوم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لاستمرار النسل البشري وبناء التصور الديني للحياة ومفهوم الاستخلاف في الأرض، وكذلك موضوع التناسل والتكاثر الذي يمكن أن يؤدي إلى الامتداد الإنساني. يعني أنت كل إنسان يحب الخلود، هذا الخلود شكل من أشكاله التي جعلها الله سبحانه وتعالى ممتدة عبر الزمان، هو هذا التسلسل الذي يكون ابن عن أب عن جد عن كذا إلى أن يصل الناس على كل إلى السلسلة الأخيرة. وبالتالي اهتم الإسلام بهذا الجانب في مسألة الاختيار، في مسألة الترتيب، في مسألة التنظيم، في مسألة الأحكام الولائية، في قضايا الشروط المتعلقة بأمر الأسرة، في قضايا الحقوق بين الرجل والمرأة، في الحقوق بين الآباء والأبناء، إلى غير ذلك من القضايا التي نظمها تنظيما متكاملا يكاد يكون من أشمل وأفضل أشكال التنظيم الإنساني فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، بدءا من لحظة الاختيار بين الزوجين إلى انتقال كلا الطرفين الرجل والمرأة إلى الدار الآخرة وتوريث هذه المسألة بعد ذلك لذريتهم، كيف يتم ذلك. كل ذلك على كل نظمته الشريعة واهتمت به، والسبب في ذلك أن هذه النواة هي التي تعبر عن الصلاح النهائي للحضارة التي سيبنيها الإسلام. جميل. طيب دعنا نخوض في تفاصيل هذا أكثر ونبدأ بالحديث عن الزواج. بداية الأسرة هي الزواج. لماذا حث الإسلام على الزواج والترغيب فيه؟ ما الأوامر الصريحة في هذا وما الحكمة منها؟ الإسلام لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن قضية العلاقة بين الرجل والمرأة قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله، الزواج آية من آيات الله، فالله سبحانه وتعالى حض عليه. لماذا حض عليه؟ أولا ركب الله سبحانه وتعالى فطريا وغريزيا في هذا الإنسان، الرجل ركب فيه خاصية الميل نحو المرأة، والمرأة كذلك ركب فيها خاصية الميل نحو الرجل، فهنالك أمر غريزي في الطرفين يميلون إلى بعضهم البعض. ثم هنالك طاقة ركبها الله تبارك وتعالى غريزيا في هذا الإنسان، في أن هنالك حاجات يحتاج إليها الإنسان ليشبعها، كما أن هنالك حاجة إلى الأكل غريزيا كحاجة الإنسان للأكل، حاجته للشراب، كذلك حاجته إلى الغرائز الجنسية، فهذه حاجة موجودة في الإنسان. وبالتالي جاءت الشريعة لا لتلقي هذه الحاجات، فالقرآن الكريم والسنة النبوية والدين بشكل عام لا يقول لك والله نحن لا نريدك أن تأكل، ولا يقول لك لا نريدك أن تشرب، ولا يقول لك لا نريدك أن تقيم علاقات أن تقوم علاقات بين الرجل والمرأة، لا، يقول لك والله نحن تنظم هذه العلاقات، كما أن هنالك تنظيم لما يؤكل وتنظيم لما يشرب، فهنالك الحلال وهنالك الحرام، كذلك طبيعة العلاقات التي تتأسس عليها فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة في العلاقات الجنسية تقوم كذلك على فكرة الميثاق، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالله سبحانه وتعالى سمى هذه العلاقة بين الرجل والمرأة ميثاق عظيم، ولا يكاد سبحان الله يذكر الميثاق العظيم يمكن إلا في هذا الجانب، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة التي تقوم بين الرجل والمرأة تقوم على هذا الميثاق العظيم. فبداية تبدأ العلاقة بعقد مسبوق بميثاق. الميثاق طبعا هو الفكرة التي تتضمن نظرة الإنسان بكليته إلى هذه الفكرة، فكرة الزواج، بأنها ليست فكرة غرائزية بحتة، ولا فكرة أيضا دنيوية محضة، لأنها نظرة الإسلام فيها متعدية إلى الحياة الآخرة، بحيث والله هذه الأسرة بكليتها يمكن أن تنتقل إلى الآخرة والسكنة الأبدية في جنة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي النظرة فيها هي نظرة كما سماها أحد الشيوخ بأنها فكرة مبنية على بيت الدعوة، كيف تؤسس لبيت الدعوة. هذه فكرة أساسية جدا. وبالتالي مسألة الاختيار من البداية تبدأ في قضية أنه والله أول في حث على الزواج لأنه في جانب غريزي، والحث من حيث التنظيم
من حيث التنظيم ومن حيث الاختيار ومن حيث كيفية العيش المشترك، هنالك على كل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على كذلك. جعل الله سبحانه وتعالى موضوع الزواج سنة على مستوى التاريخ البشري في الأنبياء والرسل. فالله عز وجل يشير بأن والله الأنبياء والرسل لم يكونوا معزولين عن هذا الجانب، حتى لا يتصور الناس أنه والله يمكن أن يكون الأنبياء قدوة لهم في هذا. الأنبياء كانوا يأكلون وكانوا يشربون ويمشون في الأسواق وكانوا يتناسلون وعندهم أزواج وعندهم ذرية، أثبت القرآن كل ذلك. وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى الزواج سنة من سنن الأنبياء. ولذلك لما فكر بعض الأتباع، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اعتزال هذا الجانب، اعتزال هذه السنة النبوية، رأوا بأن الله جاءوا إلى بيته فسألوا عن صلاته وعن عبادته وكذا، فيقول الحديث فكأنهم تقالوها، كأنهم رأوها أشياء بسيطة، يعني هذه التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا والله أصوم ولا أفطر. وأما الثاني قال: أقوم ولا أفطر. والثالث قال: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: أما أنا، يعني أخبر عن قوم جاءوا لك، قال: أما أنا أنام وأستيقظ وأصلي وأعبد ولا أعتزل النساء، إنما أتزوج النساء وأصوم وأفطر، هذا نهجي. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن اعتزل مثلا فكرة الزواج رغبة فيها، أنه يريد أن يعني يعتزل هذا الاتجاه رغبة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون له أسباب أخرى. لكن من يعني اعتزل هذا الاتجاه رغبة فيه وعدم يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون آثما في هذا الموضوع. بالتالي حضت شريعة الله سبحانه وتعالى على هذا الجانب ونصت عليه، وقد يصل في بعض الأحيان إلى الوجوب، قد يصل في بعض الأحيان إلى الوجوب. لكن الأصل طبعا في موضوع الزواج الأصل فيه أنه مباح، الأصل فيه أنه مباح، لكن حضت الشريعة عليه. نعم. طيب، لمن يكون الزواج شيخنا؟ أي فئات المجتمع وأي الأعمار؟ هو موضوع الزواج بما أنه ذكرنا بأنه الأساس فيه قضية الاستمتاع، الأساس في موضوع الزواج هو أن يكون هنالك متعة بين الرجل والمرأة، فيتطلب ذلك أن يكون الإنسان بالغا وراشدا وقادرا، يعني أن يكون مكلفا كما يقولون، والتكليف هو العقل والرشد. ويضاف إلى ذلك موضوع القدرة، والقدرة هنا لها علاقة بالجانب القدرة الجنسية، أن يكون هنالك قدرة جنسية لهذا الإنسان، وأن يكون كذلك قدرة مالية، لأن الزواج هو عبارة عن تحمل مسؤوليات، وهذه المسؤوليات ستقع على عاتق الرجل. يعني في الشريعة الإسلامية موضوع المال بكليته يكاد يقع على الرجل، فهو الذي يكون عليه دفع المال في المهر وأعباء الزواج وما بعد الزواج من سكنة ونفقة ومسؤولية، كل ذلك يقع على عاتق الرجل. وبالتالي هنا لا بد من أن الذين يقدمون على الزواج هم من وجدوا في أنفسهم أولا الرغبة في أنه قادرين فعلا على أن تكون هنالك علاقة مع الطرف الآخر، علاقة قدرة في الاستمتاع، ثم أيضا يكون هنالك القدرة في الإدارة لشأن الأسرة من الناحية المالية. طيب، ما هي الشروط الشرعية للزواج وما هي نقائضه؟ موضوع الشروط وموضوع الأركان عموما هي يعني هنالك ركنان أساسيان لا بد منهما يقوم عليهما الزواج، فإذا لم يتوفر هذان الركنان يبطل الزواج. الركنان هما موضوع الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول هو عملية التراضي بين الزوجين. يعني الزواج لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بيت الزوجية على الإكراه، وسبحان الله الإسلام في هذا الاتجاه سبق كل الذين جاءوا من بعده فيما يتعلق بقضية الإكراه. ونعرف المجتمعات، وخاصة لا أقول المجتمعات الشرقية فقط، ولكن حتى الغرب ربما كانت فكرة الزواج لا تقوم على الاختيار الحر، لكن جاء الإسلام ليقول بأن الاختيار بين الرجل والمرأة لا يقوم على الإكراه. لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى فكرة العقيدة كعقيدة في اتصال بالله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين،
فأنت لا تكره على العقيدة في أنه والله تؤمن بالله. كذلك في الحياة العامة لا تكره على حياتك الاجتماعية، إنه والله المرأة تكره للارتباط برجل لا تريده. وللأسف الشديد هنا طبعا كثير من العادات، كثير من التقاليد في العديد من المجتمعات، وربما مجتمعنا قد يكون أيضا واحد من المجتمعات المتأثرة بهذا الاتجاه، تجد أن البنت أحيانا لا تستطيع أن تقول لا لأسرتها وهي تكون كارهة للارتباط بشخص معين، إما لقضية القرابة، وخاصة عندنا قصة ابن العم وهذه طبعا للأسف الشديد يعني لم تنص عليها الشريعة بأي حال من الأحوال، فجعلت الزواج الذي يقوم على الإكراه زواج باطل من البداية، يعني لأن هذا الأساس الركن الذي تقوم عليه الإيجاب والقبول، أن يكون هنالك قبول وهنالك قبول من الطرفين. ثم تأتي بعد ذلك شروط، بناء على هذا حصل القبول يأتي بعد ذلك الاشتراطات. لكن إذا أصلا ما في إيجاب وقبول لم يتأسس شيء. لم يتأسس شيء. جاءت طبعا واحدة من الصحابيات وقد أكرهها أو أراد والده أن تتزوج ببنت أخيه، ابن أخيه، أراد أن تتزوج بابن أخيه. فجاءت هذه الفتاة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه الأمر، هل يحق لوالدها أن يكرهها ويجبرها على الزواج من، قالت يسد عيبة ابن أخيه، يعني زي ما تقول غطي إناؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يمكن أن تفسخ وترفض هذا، يعني لم ينعقد أصلا. فقالت أردت أن أبين لبنات حواء هذا الحكم، لكن أنا رضيت باختيار والدي. فلاحظ كيف أن الصحابيات رضوان الله عليهن كن حريصات على ترسيخ المفهوم الصحيح الذي تعلموه من شهادة أن لا إله إلا الله، القائمة في أساسها على على عدم الإكراه، الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرضا بالله ربا، الرضا بالإسلام. كل ذلك يقوم على أن الإنسان دون أن يوضع على رقبته السيف فهو يؤمن بالله ويقيم العلاقة مع الله سبحانه. وبالتالي العلاقات أيضا في الدنيا، علاقات الأسرة لا تقوم على الإكراه، سواء ارتبط المسلم بالمسلم أو ارتبط المسلم بغير المسلم، لابد أن يكون التراضي بين الطرفين. ثم بعد ذلك تأتي قضية الشروط. أهم هذه الشروط أن يكون للمرأة ولي. وهنا طبعا لابد أن أشير إلى أن فكرة الزواج هي ليست حالة كما ذكرت، هي حالة إنه والله تراضي بين الرجل والمرأة ويقضي كل منهما وطره ويعيشون في شقة من الشقة. ليس الزواج في التصور الإسلامي ليس بهذا الشكل. وإن كان الآن الزواج يراد له أن يصور بهذه الصورة، إنه والله المرأة لا علاقة لها بأسرتها، لا ترتبط بقبول الوالدين، لا ترتبط بقبول الإخوان، هذه الصورة، لأن مفهوم الأسرة في الإسلام قائم على فكرة الأسرة الممتدة، ليست على فكرة الأسرة النووية المحدودة هذه البسيطة، لا، الأسرة التي فيها أب وفيها أم وفيها إخوان. لماذا؟ لأن هذا الذي يقدم للزواج من هذه الفتاة هو يلتقي اجتماعيا مع أسرة، يلتقي اجتماعيا مع أسرة ويرتبط بهما، وبالتالي لا بد أن يكون هنالك قبول لأولياء هذه المرأة بهذا الزواج. قد يقول قائل هذا نوع من التحكم، نقول ليس نوع من التحكم، ليس نوع من التحكم. لماذا؟ لأن هذه الفتاة في الشريعة، طبعا الآن أتكلم عن الشريعة، لأنه سبحان الله كثير من الناس لا يتصور بنية النظام الاجتماعي في الإسلام فيختل عندهم الموازين، لأنه الصورة عندهم غربية، التفكير عندهم تفكير غربي. طيب الإسلام يقيم هذه الفتاة إلى فترة الزواج هنالك واجبات مالية على الأب كاعتباره الولي، يصرف عليها أكلا وشرابا ولباسا وتعليما، لاحظ، ولا يحق أن يأخذ من مالها إلا إذا كان برضاها. لاحظ، جاء الآن عريس كما يقولون، جاء الزوج، ألا يكون لهذا الشخص الذي بذل 20 عاما أو 25 عاما وهو ينفق، ألا يكون له كلمة؟ طبعا سبحان الله، لاحظ الآن عشان أوريك الاختلال في بنية التفكير. يقول لك يا أخي الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الفيتو العالمي لأنها تدفع أكثر في مجلس الأمن. يا سلام عليكم، خلونا ندفع أكثر، وبنية الدفع هذه نؤسس عليها قضية إنه ما دام الوالد يدفع له كلمته ليس أن يجبرها، لكن من حقه أن يقول هذا لا يصلح معك، له خبرة وتجربة ومعرفة ودافع مال. ثم الإسلام يلزمه هذه الفتاة التي سلمها برضاه وتولى أمرها، الولي تولى أمر زواجها وراضيا، وأقنع الأسرة الأم والأب والإخوان بأن هذه الفتاة سيتزوجها فلان. لاحظ، الأسرة بكاملها الآن راضية هذا الوضع،
نعم. طيب بكرة حصل خلاف بين الزوج والزوجة وحصل طلاق، الإسلام يقول لك والله هذه الفتاة نفسها التي طلقت تعود إلى ذات الأسرة، تعود إلى ذات إيه؟ الأسرة. ذات الأسرة. نعم. فيقومون بأعبائها من جديد، يقومون بأعبائها من جديد. إذن كيف تريد أنه يعني منطقيا أنا مسؤول عنها قبل الزواج ومسؤول عنها إيه؟ بعد الزواج. هنا أنا لا أتكلم عن الغرب، أنا أتكلم عن تصورنا في الإسلام. تصورنا في الإسلام إنه والله أنت مسؤول عن هذه المرأة قبل زواجها ومسؤول عنها بعد إيه؟ بعد زواجها. إذن هذه الفكرة متفرعة عن مسألة إيه؟ مسألة الولاية التي ذكرتها. لاحظ الآن مفهوم الولاية الكبرى سنذهب إليها من هذه الولايات. إنه والله الرجل ولي على أسرته، من ضمن الولاية أن يزوج بنته، لكن لا يكرهها على الزواج، لا يكرهها على الزواج. نعم. ولذلك سبحان الله إن كانت هي ثيب تكلفه، تقول يا والدي زوجني من فلان، وإن كانت بكر هو يقول لها إن فلان تقدم يريد أن يتزوج منك فهل تقبلين؟ فإن سكتت وإن نطقت، طبعا بنات الزمن ده ممكن ببساطة تقول لك إيه أنا قابله، ما في إشكال كبير يعني. لكن الحياء في ذلك الوقت على كل كان هو السائد، فالبنت لا تستطيع أن تقول أنا قبلته. فهذه المسألة من الشروط الأساسية خاصة عند الجمهور. عند الجمهور هي شرط أساسي موضوع الولاية، وبهذا الفهم، لأنه بعض الناس يتصورونها تسلط من الرجل على إيه؟ ليس هكذا. المسألة الثانية وجود شهود في هذا العقد، لأنه هذا الزواج نريد أن ننقله من دائرة السفاح والعياذ بالله، إنه والله أن نفرق بينه وبين إيه؟ العلاقات غير المشروعة. العلاقات غير المشروعة علاقات سرية، مش كده؟ نعم. يلتقي رجل مع امرأة في أي مكان ويفعل الفاحشة. نريد أن ننقله أو نجعل هنالك خلاف ما بين النكاح والسفاح. النكاح ولي وتراضي وشهود، لا بد من شاهدين حتى لا يحصل بكرة طبعا إنكار، أو يحصل والله شخص يكون التقى مع امرأة دون وليها ودون شهود، فإذا جاء ولد يقول والله هذا ليس ابني. فنريد نحن أن نثبت الحقوق للأولاد، فلا بد من شهود، لا بد من شاهدين. الإمام مالك عليه رحمة الله عنده الإشهار أهم من الإشهاد. بمعنى إيه؟ بعض الناس يقول لك والله أجيب 2 شاهد وحاجة كده خفيفة وسرية، لا، الشريعة قالت لك أعلنه. الإمام مالك يرى أنه والله إذا حضر الجمع وأشهدوهم جميعا فهذا أهم من إيه؟ من قضية شخصية. نعم. هذا إشهار، إنه والله عرف الزواج وجبنا الفتيات الصغار وضربنا الدف وعرف في الحي إنه فلان تزوج إيه؟ بفلان. هذا الإشهار، هذا الإشهار على كل عند الإمام مالك أهم من قضية إيه؟ قضية الشاهدين. وهنا سبحان الله الإمام مالك كأنما يذهب في اتجاه إنه والله العلاقات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الزواج السري والزواج الذي لا يعلنه الناس ثم بعد ذلك يحصل فيه الإشكال، لا، الإمام مالك يرى إنه والله الأمور يجب أن تكون واضحة ومكشوفة للناس ومعروفة، حتى لا يشتبه أن هذه المرأة مثلا والله مرتبطة ارتباط غير صحيح، لا، يشهر هذا الموضوع ويعرف بين الناس أن فلانة تزوجت. ثم أيضا من الاشتراطات التي تشترطها الشريعة فيما يتعلق بالزواج موضوع المهر، شرط أيضا في الزواج. طيب. لا بد من أن الرجل يدفع لهذه المرأة. قضية إنه والله إيش طبيعة المهر كذا، على هو اعتبره أنت هدية لإيه؟ لهذه المرأة. طيب للحديث بقية سماحة الشيخ، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في،
معدل الترميز 30000. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات، والإبداعات. عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم، ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. ليه نخلي عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. عودا على بدء شيخنا الدكتور حسن، كنا نتكلم عن اشتراطات الزواج ووصلنا إلى المهر. نعم، موضوع المهر طبعا حثت الشريعة على أن يكون المهر ميسورا وقليلا، وكلما كان قليلا كان فيه البركة، لكن أيضا لا يشترط فيه اشتراط بعينه إنه والله لا يجوز أن يدفع أكثر من كذا مثلا، لأنه الناس يتفاوتون. فالفقير يدفع على قدر حاله، والمتوسط كذلك، والغني. وإن آتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهذه للمبالغة. على كل مهما أعطيت المرأة فهو في النهاية هدية يمنح للمرأة. لكن هنا هذا الشرط تحديدا، إذا فرضنا أن الشخص تزوج وعقد ودخل ولكنه لم يسمي لم يسمي المهر. بعض الناس ممكن يحصل هذا، إنه ما دفع شيء. فهنا في هذه الحالة لابد أن يسمي لها مهر المثل، يسمي لها مهر مهر مثلها، ويصح العقد. يعني حتى لو لم يدفع، لكن ما دام سمى لها المهر وخلاص يظل هذا المهر بالنسبة لها مهر مؤجل، حتى لو لم يدفع لكنه حدد هذا المهر، وبالتالي مهر المثل، سواء مهر مثيلاتها من أبناء بنات القبيلة أو بنات الحي أو بنات المدينة أو عرف الناس في البلد المعين، فهو على كل الذي يتم الالتزام به. هذا المهر حق من حقوق المرأة خالص، لا يجوز أن يتم التسلط عليه لا من قبل الرجل ولا من قبل أيضا والدها. يعني والد المرأة لا يشترك معها في المهر، لكن إذا أراد أن يأخذ شيء آخر هذا لشأنه. لكن المهر تحديدا هو حق من حقوق حق من حقوق الفتاة، ومن حقها أن تتشبث به. قد يكون منه مقدم وقد يكون منه مؤخر. أيضا من الشروط الأساسية موضوع العفة، أن تكون المرأة ليست ممن هي مشتهرة بالفسق والفجور والخنا والزنا وغير ذلك، أن تكون هنالك شهرة لها بهذا الاتجاه، فإن ذلك يعني ليس من الإحصان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى اشترط في زواج أهل الكتاب، زواج الكتابيات، اشترط فيهن أن يكن محصنات، فمن باب أولى المسلمات أن يكن أكثر إحصانا. فلا بد أن تكون المرأة مشهورة بالعفة وأن لا تكون من الفاجرات. أيضا من بعضهم يشترط كذلك صيغة العقد، وإن كان الصحيح أنه أي صيغة تم بها على كل الإيجاب والقبول فلا حرج فيها، ولكن الشافعية بالذات مذهب الشافعي يعني يتشدد في قضيته أن يكون بألفاظ التزويج، زوجتك أو أنكحتك، يشترط اللفظ بعينها أن تكون أيضا في الصيغة، ولكن هذه على كل قد لا تكون شرطا، يمكن أن تكون شيء آخر. هذا باختصار فيما يتعلق بموضوع الشروط. طبعا هنا في هذه الشروط الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني معنى أن هنالك أشياء يمكن أن تؤدي إلى نواقض هذا الزواج حتى لو افترضنا أنه تم العقد، ولكن يمكن أن يحصل هنالك نوع من النقض لهذا كأن يكون مثلا المحل مشغولا كما يقولون، أن هذه المرأة التي تم العقد عليها هي معقود عليها من قبل،
يعني سبق لها الزواج ولم يعني يحصل الطلاق، فهذا العقد وقع في غير محله فيحصل إيه؟ يحصل فسخه وإبطاله. أيضا إذا كانت هنالك استحالة في الاستمتاع، لأنه قلنا عقد الزواج يكون فيه إيه؟ المتعة متوفرة للطرفين. فلو افترضنا أنه والله أحد الطرفين أخفى بعض المعلومات المتعلقة به، كأن تكون هنالك حالة مرضية أو يكون هنالك نوع على كل من العيب، والعيوب كثيرة سواء في المرأة أو في إيه؟ في الرجل، فهنالك جملة من العيوب ذكرها أهل الفقه. إذا وجدت هذه العيوب وأدت هذه العيوب إلى أن يكون هنالك امتناع واستحالة لأن يستفيد أو يستمتع أحد الطرفين الاستمتاع المشروع، فإن ذلك قد يؤدي إلى إيه؟ إلى إبطال العقد وينقض تقريب العقد. أيضا من الأشياء المهمة جدا أنه يعني أن يكون هنالك محرمية بين الطرفين، وهي غير معلومة، مثلا أن تكون والله أخت له من الرضاعة وهو لم يستبن ذلك، أو تكون خالة له أو عم له أو غير ذلك وهو لم يعرف هذا الموضوع. وهذا قد يحصل على كل شخص مثلا في حرب من الحروب اختفى، وبعد فترة على كل ذهب إلى بلده يتزوج، وعرف على كل في النهاية أنه هذه محرم بالنسبة له. أيضا هذا يؤدي إلى نقض هذا العقد بطبيعة الحال. وأن تكون أيضا يعني ظهور حمل بعد العقد مباشرة، فمعنى ذلك هنالك إيه؟ هنالك يعني جماع حصل لهذه المرأة وليس من هذا الزوج الذي تزوجه. على كل هنالك جملة من القضايا اللي نص عليها الفقهاء تؤدي إلى أن العقد حتى لو افترضنا أنه والله حصل وأبرم العقد، لكن يمكن أن تكون هنالك نواقض لهذا العقد ولا يتم الدخول، ومنها اختلاف الدين مثلا، خاصة المرأة. الرجل قد يكون مشروع له أن يتزوج بالكتابية تحديدا، ولكن المرأة لا يجوز لها إلا أن تتزوج مسلما، يعني اتحاد الدين في الزواج بالنسبة للمرأة من الشروط الأساسية. فلو افترضنا تجرأت امرأة وتزوجت شخص غير مسلم فإن هذا العقد يقع باطلا. طيب هل تحكم الشريعة النظرة المجتمعية إذا كانت ستؤثر على الزواج، مثل زواج المرأة والرجل وهم من قبيلتين مختلفتين؟ هو على كل أهم اشتراط فيما يتعلق في طبعا شرط الكفاءة، هذا أنا ما ذكرته لأنه لا أقصد إذا كانت ستحصل مشاكل نعم بالزواج من قبيلتين. نعم، لا خلينا أدخل قبلها في موضوع الكفاءة. نعم. لأنه هو من الشروط التي يشترطها بعض الفقهاء، وللأسف الشديد طبعا بعضهم في شرط الكفاءة توسع لدرجة أدخل قضية القبائل. الصحيح أن المسلم الأصل فيه كفء للمسلمة، ولا ينظر إلى اختلاف القبائل والأعراق والأشياء هذه، ينظر إلى أن الدين متحد، والكفاءة هنا شرط أن تكون المسلمة تتزوج من مسلم، فالكافر ليس كفءا لها. يبقى باقي الأشياء على كل اجتهادية وليست نصية. باقي الأشياء قضية أنه والله أن تكون في اختلاف قبيلة، أن الطبقة الاجتماعية، الوضع المالي، هذه كلها لا نستطيع أن نقول بأنه والله هي أشياء شرعية نص عليه. لكن هل أهملتها الشريعة مطلقا؟ الشريعة تقول لك والله أحرص فيما يتعلق بالزواج أن يكون زواجا مستمرا دائما، أن لا تدخل في زيجة منتهاها يكون الفراق والطلاق قدر الإمكان، أو منتهاها حياة زوجية غير مستقرة. وهذه على كل أمثالها كثيرة، كأن يتزوج شخص مثلا جاهل وأمي يتزوج بامرأة مثلا يعني تعليمها متقدم جدا. نعم. مثلا هذا قد يؤدي إلى مثلا شخص بدوي وهي حضرية، اختلاف الثقافات والتباين في هذا الاتجاه. فليست القضية في أنه إذا كانوا والله قادرين على التعايش وفهموا بعضهم البعض واستطاعوا أن يحددوا كيف يمكن أن يتعايشوا في ظل تحديد التباينات فلا حرج هنا بطبيعة الحال، وليس هنالك ما يمنع. هنالك نقطة مهمة جدا أيضا لا بد من التنبيه إليها، هل يمكن للشخص والله أن يرفض لأنه ليس له مال؟ حقيقة هذا السؤال يمكن ورد إلي البارحة، لأنه بعض الناس طبعا اشتهر عندهم الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث حسنه طبعا الشيخ الألباني، جعله حسن لغيره، مع أن كثير من أهل العلم ينصوا على أن هذا الحديث فيه إشكالات في سنده وإشكالات في متنه. الإشكال في السند إنه والله هذا الحديث فيه رجال تكلموا في سنده، يعني تكلموا في الإسناد في إنه في رجال عليهم كلام، إذا في السند في إشكال. وفي متنه قالوا هذا الحديث متنه يتناقض أيضا مع أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، منها قضية الاختيار الذي ذكرنا. قضية الاختيار الذي ذكرنا، يعني يمكن للمرأة أن ترفض رجل لأنها لا تتقبل شكله،
لاحظت؟ تقول والله هذا لا يعجبني، هذا ما وقع إيه في نفسي. فهل والله هذا الرفض ستترتب عليه هذه العقوبة الكبيرة التي ذكرت في الحديث؟ هذه واحدة من الإشكالات على كل، يعني لابد أن تنتبه إليها. فهذا الحديث فيه إشكالات من ناحية السند، وفيه كذلك إشكالات من حيث المتن. من حيث المتن مثلا زي ما ذكرت أنا، يمكن للرجل أن يرفض لغير الدين ولغير الخلق، يمكن أن يرفض. يعني مثلا كما ذكرت أنا، يمكن أن لا تقبله، كما جاءت تلك الصحابية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طلقني من فلان، لا أريده. قالت: لما؟ قال: لا أريد، لا، قالت: إني أكره الكفر في الإسلام. تخشى أن تكون في ذمة رجل وهي كارهة له، فيحملها ذلك على إيه؟ على أن تبحث عن شخص آخر وتقيم علاقات غير مشروعة. الإسلام قال لك لا، ما عجبك فلان طلقيه، وهذا مشروع، هذا مشروع، تزوجي غيره، خوفا من أن تقع هي في إيه؟ في زنا. في نقطة ثانية نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت كذلك فاطمة بنت قبيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يعني استشارته في رجلين، تقدم إلي فلان وفلان، فما رأيك يا رسول؟ قال: أما فلان فإنه لا يضع العصا عن منكبيه، يعني يضرب النساء. وأما فلان، وأما معاوية فإنه صعلوك لا مال له، صعلوك إيه؟ لا مال له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليها بأنه والله أنت هذا وضعه، ترضينه بهذا الشكل فأنت مخيرة. يعني المرأة رفضه مشروع. أيوه، رفضه مشروع، هذا ما أريد أن أنبه. يعني لو أن المرأة قالت: والله لا، أنا هذا الوضع لا أتحمله ولا أطيقه، خصوصا لمن نشأت في وضع إيه؟ وضع اجتماعي مريح، تريد وضع اجتماعي قريب من الحالة التي هي إيه؟ عاشتها مثلا. وهذه لا يعاب عليها، حتى أيضا الصورة تكون عند الناس إيه؟ واضحة. طيب نرجع للسؤال شيخ، استرسلنا في الحديث. أيوة نعم. في قضية إذا كانت في مشاكل بين القبائل وكان في زواجهم، يعني بيكون في الزواج ضرر. نعم. هل الشريعة تحكم النظرة الاجتماعية في هذا؟ هو على كل بلا شك، يعني قضية إنه، وهذه حصلت حقيقة، يمكن حضرنا كثير منها، أن يكون هنالك بعض القبائل لا زالت في أعرافها أنها لا تزوج غيرها مثلا. نعم. فيروح واحد شاب ويلتقي مع شابة ويحصل بينهم تعلق، هذا مرفوض اجتماعيا، يعني مرفوض دينيا، لا نتكلم الآن عنه. لكن تصور بأن هذه الزيجة لو تمت ربما تؤدي إلى مفاسد عظيمة. فنحن الآن لا نحاول أن نجبر الناس إجبارا على هذه الزيجة، ولكن علينا أن نعالج المشكلة الاجتماعية في أن هؤلاء عليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام، وأن المسلمين متكافئون في أمرهم، وليس هنالك تفاضل بينهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن فرع عن ذلك يتفرع أن المسلم يتزوج المسلمة. فنحن نعالج تربويا، ولكن لا نحاول أن نحدث إرباك اجتماعي بحيث والله هذه الزيجة ربما تؤدي إلى مشكلات لا تحمد عقبها في نهاية المطاف. وهذه حصلت، يعني نحن عاصرنا حقيقة بعض الأطراف لدرجة أنه والله يعني تتم الزيجة عبر القضاء، وتذهب البنت مع الشاب إلى القضاء وتتزوج رغما عن والدها ورغما عن إخوانها، ثم إخوانها بعد ذلك يظلوا يلاحقون الزوج وتحصل مضاربات وسجون. هذه كلها الشريعة بطبيعة الحال لا تنأى، ولذلك الشخص عليه أن ينظر إلى البيئة الاجتماعية التي يتزوج فيها، هل هي بيئة مناسبة، هل هي بيئة غير مناسبة، حتى لا يقع في مثل هذه الإشكالات. لأنه كما ذكرت، في النهاية أنت لا تتزوج امرأة، ولكنك أيضا تحاول أن تدخل مع أسرة حتى تستطيع أن تحتضنك هذه الأسرة وتحتضن أبنائك بعد ذلك. طيب ممتاز. ما بعد الزواج شيخنا في تفاصيل كثيرة، مثل تحديد النسل أو تنظيمه وما إلى ذلك، يكثر فيها اللغط والكلام، فما الحكم فيها؟ والله شوف، أول موضوع أن الزواج الأصل فيه أو واحد من مقاصده الأساسية أمرين. نعم. حفظ الفروج واستمرار النسل، هذه مقاصد شرعية مهمة جدا. جميل. فالإنسان عندما يتزوج أول شيء يحافظ على نفسه من الفواحش، ويقضي وطره، ويستمتع في حياته، ويقضي شهوته بالحلال. هذا مقصد أساسي اللي هو والذين هم لفروجهم حافظون. ثم المقصد الثاني ما يترتب على ذلك اللقاء، أن هنالك من السنن الأساسية حيثما اقتضى رجل وامرأة فإن سنة الله اقتضت أن هذا التزاوج ينتج عنه توالد. فهذه مسألة طبيعية. فمن يقدم على الزواج وهو يريد على كل الزواج الطبيعي سيكون هنالك أبناء.
موضوع انه والله ما نسمعه الان من تحديد النسل، وهذه قضيه للاسف الشديد تتبناها المنظمات الدوليه، الاعتبارات على كل كثيره جدا، يعني ليس هذا الان مجال تفصيلها، لكن ليس مشروعا بالنسبه لنا تحديد النسل بالصوره التي يريدها الان المجتمع الدولي الذي يذهب في اتجاه تقليل النسل تحت حجة الوضع الاقتصادي، وتحت حجة أن هذه الشعوب التي على كل سكر عليها كما يقولون بحدود جغرافية معينة، ثم هذه الحدود قد تكون إشكالاتها الاقتصادية وإشكالاتها الاجتماعية ومواردها فيها إشكالات كبيرة جدا. فهو أصلا بنية باطلة بطبيعة الحال لا تؤدي إلى الوضع الصحيح في حركة الإنسان التي جعل الله سبحانه وتعالى الأرض كلها يعني مستقر لهذا الإنسان، إذا ضاقت به أرض يذهب إلى أرض أخرى. لكن هم على كل ذهبوا في اتجاه تقنين موضوع النسل، بحيث والله بعض البلدان يمنع فيها تقريبا إلا طفل واحد مثلا كما هو الحال في الصين. طبعا هنا من السلبيات الكبيرة التي ترتبت على هذا النوع من المجتمعات، تحولت هذه المجتمعات نتيجة هذا المنع أن نسبة الكهول وكبار السن فيها أكثر من نسبة الشباب. والمجتمعات دائما في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية تراهن على إيه؟ على الصغار باعتبارهم عناصر الإنتاج وعناصر العمل وعناصر الشغل وعناصر القوة. فإذا كان أنت والله حاولت أن تحد من الإنجاب بطبيعة الحال ستغير في بنية المجتمع من حيث الوضعية التراتبية لهم. النقطة الثانية أيضا من خطورة هذا الجانب الاختلال العقائدي في مفهوم الرزق نفسه. بالنسبة لنا مفهوم الرزق هو مفهوم مهم جدا، أن الله هو الرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وأوجد فيها من الموارد وأوجد فيها من الخيرات ما تكفي كل المواليد الذين سيولدون. وهذه طبعا حتى بالتجربة سبحان الله الآن مجربة. لاحظ أن الناس مثلا في مرحلة من المراحل يكون والله وضعهم يعتمد على الزراعة، فجأة وهم على هذه الوضعية ينتقلوا إلى الصناعة، فجأة ينتقل إلى الصناعة الرقمية، وهكذا التكنولوجيا. وفترة من الفترات يعتمدون على الفحم الحجري، ثم الله سبحانه وتعالى يكشف له مثلا مورد آخر. فالله سبحانه وتعالى حتى هذه اللحظة كل يوم أرزاقه تتجدد على ابن آدم. وبالتالي نظرية إنه والله الموارد محدودة وقليلة وابن آدم لا تكفي هذه ليست نظرية صحيحة، ولا تقوم على المفهوم الإيماني ولا على المفهوم السنني الصحيح فيما يتعلق. وعليه فكرة تحديد النسل بالنسبة لنا ليست فكرة صحيحة إلا في حالة واحدة، وهو ما نص عليه القرآن الكريم. القرآن نظم المسألة بالآتي، قال وحمله وفصاله 30 شهرا. لاحظ الحمل يأخذ مثلا 9 أشهر و10 أيام، ثم يكون هنالك عامين كاملين. هذه 3 سنوات، يعني الطفل أن يأخذ 3 سنوات يمكن للمرأة أن تنجب في 15 سنة 5 أبناء. هذا تنظيم طبيعي، يعني تنظيم زي ما يقولوا تنظيم طبيعي، إنه تكمل رضاعة الطفل عامين كاملين. وإذا أخذت العامين الكاملين ثم كان الحمل بعد ذلك، فعلى كل هذا هو الوضع الوضع الطبيعي. لكن سبحان الله أن يقال للناس اكتفوا بطفل واحد أو اكتفوا بطفلين، هذه كلها نظريات طبعا ما صحيح. جميل. طيب نأتي هنا إلى مسألة حساسة، وهي قضية الإجهاض والتي قامت لأجلها منظمات في هذه الفترة. ما الحكم الشرعي فيها؟ هذه كلها على كل سبحان الله أنماط شيطانية والعياذ بالله. يعني قضية الإجهاض، قضية المثلية، قضية أنه والله بعد الحمل أن يكون للمرأة الحق في الإجهاض ويعتبروا ذلك حق. كل ذلك مفاهيم والعياذ بالله شيطانية لا علاقة لها بالشريعة ولا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى. أول شيء علينا أن ندرك أن هذا الإنسان نفسه ليست حق له قولا واحد، أنت مملوك لله. نعم. فأن تقول والله أنا حر في نفسي، نقول لك ما حر في نفسك، أنت عبد لله محكوم بأمره، محكوم بأمره. ولذلك الإسلام لا يقبل أن تقتل نفسك تحت حجة إنه والله نفسي حقني. ما حق لك، النفس مملوكة لله، ممنوحة لك من الله. هذه الحياة منحك الله إياها، تعيشها كما أراد الله سبحانه وتعالى. متى ما انتهكت هذه الحقوق بالقتل على النفس فإنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وجهنم هو المصير لمثل هذا الإنسان. فقتل النفس مثلا محرم. طيب قتل النفس محرم على الذات، كيف أعطيت الحق لنفسك أن تقتل الآخر الذي في بطنك؟ ما هو عنده حق الحياة، أليس كذلك؟ هم تحت حجة الآن إنه والله المرأة من حقها أن يكون رحمها فارقا. لاحظ
كل ذلك لو سألتني كل ذلك لماذا يحدث؟ كل ذلك يحدث لأنهم خرجوا عن شريعة الله، خرجوا عن شريعة الله في الارتباط، خرجوا عن شريعة الله في مفهوم الحقوق، خرجوا عن شريعة الله في مفهوم الحياة، خرجوا عن شريعة الله في مفهوم الحريات، وبالتالي الحياة كلها عندهم هكذا في إرباك. وبالتالي موضوع الإجهاض يأتي أيضا ضمن هذا السياق، ضمن السياق الشيطاني الذي يأتي إلى أن والله تريد أن تستمتع بحياتها، تريد ضمن هذا الفهم. لكن خلينا نقول هل والله يمكن أن يكون هنالك نوع من أنواع الإجهاض المشروع أو يعني الشريعة تبيح شكل من أشكال؟ هنا موضوع الإجهاض العلماء يقسمونه إلى قسمين. هنالك إجهاض ممنوع إجماعا قولا واحدا، وهو ما كان بعد 120 يوم من تشكل الجنين في رحم الأم، لأنه تكون خلاص تشكلت يعني الجنين تشكل ونفخت فيه إيه؟ نفخت فيه الروح. هذا لا يجوز إجهاضه إلا في حالتين فقط، أن يكون هنالك إضرار بالأم وربما يؤدي بحياتها، وهذه مسألة طبية على كون يقررها الأطباء. في هذه الحالة يمكن أن يحصل عملية الإجهاض. الحالة الثانية أن يموت الجنين في بطن أمه فيضطر إيه؟ إلى إجهاضه. هذه الحالة ما بعد إيه؟ 120، ما بعد نفخ الروح فيه. طيب ما قبل ما لها استثناءات غير هذا. هذين الحالتين بعد 120 يوم. أي بعد 120. تمام. ما قبل 120 يوم هنا المذاهب اختلفت، اعتبروا أنه ليس روحا، ليس روح، وبالتالي هو على كل. الجمهور ذهبوا إلى المنع، الجمهور ذهبوا أيضا إيه؟ إلى المنع، ولكن تباينت الآراء بين المنع وبين التحريم، يعني تحريم والكراهة والجواز، يعني اختلفت الآراء. والسبب في ذلك أنه حتى هذه اللحظة لا يسمى روحا وليست نفسا على كل في الرحم. فذهب بعضهم إلى أنه والله ما يجمع بين هذه الآراء أنه إذا كان هنالك حاجة لهذا الموضوع يمكن أن يحصل الإجهاض. الحاجة مثلا الحاجة إن والله المرأة تتابع عليها الإنجاب وأدى إلى أن وضعها الصحي ليس جيدا. بعض النساء يعني ما تنتظر مثلا العامين وهي ترضع، يمكن إيه؟ أن تنجب. فهذه على كل يمكن أن يحصل عملية التنظيم، ويمكن أن يحصل عملية الإجهاض إذا كان هنالك ضرورة طبية على كل في هذا الجانب لمصلحة الطفل أو مصلحة الأطفال أو مصلحة الأم. ما قبل 120 يمكن هذه المساحة على كل أن تكون محل تشاور بين الرجل والمرأة والطبيب، يمكن أن تكون محل تشاور بين هؤلاء. ولكن الأحوط والأفضل والأصح ديانة أن إذا ما في حاجة لا للطفل أو الأطفال ولا للزوجين ولا للجنين الذي في الداخل، الأفضل تركه وحياته. طيب قد يكون الرجل غير قادر أو يعتقد أنه لن يكون قادرا على رعاية هذا الطفل، وأنه مثلا ما عنده من المال أو شيء، هل هذا سبب لإجهاضه؟ لا، هذا السبب له علاقة، إشكاليته طبعا هنا حيكون دخل في عالم الأرزاق. هنا كل نفس منفوسة مرزوقة، العقيدة التي نحن ندين الله سبحانه وتعالى بها. بل بالعكس، لو أدرك حقيقة التوحيد سيعلم أن هذا الطفل زيادته زيادة رزق، لو نظر إليها بهذا الجانب. ولذلك كان أحد مشايخنا يقول: لماذا ينظرون إلى الطفل وهو يد تأكل ولا ينظرون إليه وهو يدان تعملان؟ هو نفسه سيتحول إلى حركة إنتاج وفعل وكذا. ففقط للأسف الشديد المادية التي طغت على الناس جعلتنا ننظر إلى أنه والله فقط هو عنصر أكل والشراب وكذا، لكن كيف لو نظرنا إليه هو عنصر إنتاج وعنصر إعانة وعنصر قوة. وللأسف الشديد طبعا الآن المفاهيم تغيرت، لكن هذه النظرة بالذات لا يجوز أن الإنسان يعتمد عليها في حرمان نفسه من الإنجاب. شاكر لكم هذا الطرح وهذا الحضور شيخنا الفاضل. الشكر موصول لكم أنتم أيها السادة المشاهدون على حسن المتابعة والاستماع. نكرر الشكر باسمي وباسم البرنامج بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا وشاكر. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. نلتقيكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
oh, oh, oh.